السلام عليكم. اعتقلت الشرطة البلجيكية مؤخرا 2 من المشتبه بهم في جريمة قتل طفلة مغربية تبلغ من العمر 11 عاما، والتي لقيت مصرعها في حادث إطلاق نار في شهر يناير 2023 بمدينة ميركسيم بإقليم أنتويرب. وكشفت وسائل إعلام بلجيكية أن التحقيقات لا زالت جارية مع من أمروا بارتكاب الجريمة، ولم تعرف بعد هوية مطلق النار. وبعد مرور أكثر من عام لا تزال التحقيقات في مقتل الطفلة فردوس جارية. وقامت الشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب الثلاثاء ب3 عمليات تفتيش في محيط مدينتي ميكلين وبروكسل. وقال ممثل مكتب المدعي العام في أنتويرب: خلال عمليات التفتيش هذه تم القبض على شخصين، ويتم استجوابهما حاليا من قبل الشرطة، وهما امرأة تبلغ من العمر 53 عاما ورجل يبلغ من العمر 21 عاما. وأسفرت المداهمات عن حجز أسلحة ثقيلة وعدة مخازن وخراطيش من عيارات مختلفة وقنبلة يدوية. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.